السلام عليكم حبايبنا الغاليين، طلابنا طلاب تانية ثانوي أزهر المجتهدين في كل مكان. عاملين إيه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي أفضل حال. أهلا بك يا صديقي العزيز في الجزء الخاص بالإحساس في الإنسان، بعد ما انتهينا بفضل ربنا سبحانه وتعالى من الإحساس في النبات. فكالعادة سمي الله وصلي على النبي وحضر كوباية الشاي الجميلة ويلا بينا. مبدئيا كده يا صديقي، عايزين نعرف الأول من المسؤول عن التحكم والسيطرة في وظائف جسم الإنسان. قال لي والله اللي بيتحكم وبيسيطر في وظائف جسم الإنسان دول جهازين. الجهاز الأول هو الجهاز العصبي، وده اللي هندرسه إن شاء الله في سنة تانية ثانوي في الفصل ده. والجهاز التاني هو الجهاز الهرموني اللي هو جهاز الغدد الصماء. يبقى احنا مبدئيا كده يا صديقي بنقول أن التحكم والسيطرة على وظائف جسم الإنسان بتخضع لجهازين: جهاز الغدد الصماء اللي هو الجهاز الهرموني، والجهاز العصبي. هندرس الجهاز العصبي السنة دي، وبإذن ربنا سبحانه وتعالى في سنة ثالثة ثانوي هندرس جهاز الغدد الصماء. جهازك العصبي يا صديقي يقسم إلى جزئين: جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. الجهاز العصبي المركزي ده عبارة عن المخ والحبل الشوكي، والجهاز العصبي الطرفي ده بينقسم لقسمين: قسم حركي وقسم حس. الكلام ده تفاصيله بعدين اكتب لي جنبها كده سيليتر، مش موضوعنا اصلا النهارده خالص. امال ايه موضوعنا النهارده؟ موضوعنا النهارده ان احنا هناخد الوحدة البنائية والوحدة الوظيفية للجهاز العصبي. مين الوحدة البنائية والوحدة الوظيفية للجهاز العصبي يا دكتور؟ الوحدة البنائية والوحدة الوظيفية للجهاز العصبي هي الخلية العصبية. هي الخلية العصبية. فتعالى بقى كده نسمي الله كده ونفتح سبورة بيضة مع بعض وناخد كده مع بعض واحدة واحدة الخلية العصبية. يبقى أنا بقول موضوع دراستي في حصة النهاردة هو الوحدة الوظيفية والبنائية للجهاز العصبي. مين الوحدة الوظيفية والوحدة البنائية للجهاز العصبي؟ قال لي الوحدة الوظيفية والبنائية للجهاز العصبي هي الخلية العصبية. احنا بقى عايزين ايه؟ عايزين ناخد الخلية العصبية دي وندرسها بالتفاصيل. وخد بالك رسمتها مهمة جدا في الامتحان، بتيجي وضح بالرسم مع كتابة البيانات تركيب الخلية العصبية. تركيب الخلية العصبية زي ما انت شايف كده، انا هرسمها معاك واحدة واحدة فركز الله يكرمك. ده كده شكل الخلية العصبية اهو. بسم الله اتعلم معايا كده علشان هتجيلك في الامتحان ووضح بالرسم. زي ما بيسموها كده العفريت ابو عين واحدة. بتبقى موجودة على علبة ايه؟ الدواء او علبة الحقن المجويات. ايه بيقول يجي الصيدلية يقول لك انا عايز ايه؟ علبة الحقن اللي عليها عفريت ابو عين واحدة. العين واحدة دي اللي هي النواة بتاعتها. احنا هنرسمها دلوقتي شكلها هيكمل معانا وهتشوف ليه قالوا عليها عفريت بعين واحدة. بص يا عم الحاج، ده كده احنا بنرسم مين؟ الخلية العصبية. ثم عندي بعد كده الجزء اللي هنا ده، كل الكلام ده هنعرف تفاصيله، بس نرسم الرسمة الأول وبعدين كل ده إن شاء الله تفاصيله هناخدها مع بعض. ما تقلقش خالص خالص خالص، الموضوع بسيط جدا. ده كده يا صديقي شكل الخلية العصبية. احنا قلنا ليه بندرس تاني الخلايا العصبية؟ لأنها الوحدة الوظيفية والبنائية للجهاز العصبي. التركيب بقى بتاع الخلية العصبية، الخلية العصبية ده بتتركب من ايه؟ سمي الله وصلي على النبي وانا اقول لك. اول حاجة بتتركب من الخلية العصبية الجزء اللي انا هعمل لك عليه دايرة باللون الاخضر ده اهو. شايف الجزء ده اهو؟ الجزء ده بنسموه جسم الخلية العصبية. ثم عندي بعد كده الامتداد اللي انا هحدده لك باللون الاسود ده، من اول هنا كده لحد هنا كده، ده احنا بنسموه المحور. ثم الجزء اللي تحت ده هو اللي هيبقى عليه اللون الاصفر ده اهو،
بنسموه الزوائد المحورية أو بنسموه النهايات العصبية. يبقى أنا واحدة واحدة كده، الله يكرمك يا رب. التركيب بتاع الخلية العصبية بتتركب الخلية العصبية من 3 حاجات. رقم 1 جسم الخلية. طب رقم 2 المحور. طيب رقم 3 النهايات العصبية أو الزوائد المحورية. احنا بقى عايزين ناخد كل جزء من ده وندرسه مع بعض كده بالتفصيل، فسمي الله كده وصلي على النبي. أولا جسم الخلية. ماله جسم الخلية؟ بيحتوي على إيه جسم الخلية؟ أول حاجة موجودة في جسم الخلية هي النواة، اللي أنا راسمها مستديرة باللون الأزرق ده اهي. دي كده النواة، وأهميتها إن هي فيها المادة الوراثية. طب إيه كمان موجود في جسم الخلية؟ موجود في جسم الخلية كمان السيتوبلازم، اللي بيحتوي على عضيات الخلية. عضيات الخلية زي مين؟ زي الميتوكوندريا، زي جسم جولوجي، زي الشبكة الاندوبلازمية، زي الفجوة العصارية. دي اسمها عضيات الخلية. ولكن خد بالك، كل عضيات الخلية موجودة داخل جسم الخلية العصبية عدا عضي اسمه الجسم المركزي. ايه الجسم المركزي ده؟ الجسم المركزي ده عبارة عن عضي وظيفته ان هو المسؤول عن عملية الانقسام وعملية التجديد اللي بتحصل في الخلايا. فبما ان الخلية العصبية ما عندهاش الجسم المركزي، فده معناه ان الخلية العصبية ما عندهاش قدرة على الانقسام ولا التجدد. فيجي يسألك في الامتحان: علل لا تستطيع الخلايا العصبية الانقسام والتجدد، يبقى وذلك لعدم وجود الجسم المركزي. ما هو الجسم المركزي ده عبارة عن عضية هي اللي بتخلي الخلية تنقسم وتتجدد. كمان لما اجي ابص على جسم الخلية لقيت حبيبات بالشكل ده اهو، اسمها حبيبات نسل. اسمها حبيبات ايه؟ نسل. حبيبات نسل دي عبارة عن غذاء مدخر الخلية العصبية بتستخدمه وبتعتمد عليه أثناء نشاطها. ثم آخر حاجة لو تاخد بالك هتلاقي إن جسم الخلية طالع منه زوائد بالشكل ده. هو شايف الزوائد دي؟ تحسها منكوشة كده، اسمها الزوائد الشجيرية. الزوائد الشجيرية دي وظيفتها إن هي اللي بتستقبل المؤثرات وبتزود مساحة السطح. يبقى أول حاجة في التركيب عندي جسم الخلية بيتكون من إيه؟ قال له والله جسم الخلايا يا دكتور بيحتوي رقم 1 على النواة اللي فيها المادة الوراثية، وبيحتوي على السيتوبلازم اللي فيه كل العضيات بتاعة الخلية عدا الجسم المركزي. ايه الجسم المركزي؟ قلنا الجسم المركزي دي العضية المسؤولة عن عملية الانقسام والتجدد. وبالتالي بما ان مفيش جسم مركزي، فالخلية العصبية ما عندهاش قدرة على الانقسام ولا التجدد. حلو الكلام. ثم عندي بعد كده الزوائد الشجيرية. ده عبارة عن امتدادات طالعة من الخلية العصبية من جسم الخلايا بتزود مساحة السطح وتستقبل المؤثرات. ثم لقيت حبيبات كمان موجودة داخل جسم الخلية اسمها حبيبات نسل. ده عبارة عن غذاء مدخر الخلية بتعتمد عليه أثناء نشاطها. ده بالنسبة لجسم الخلية. تعال نروح للجزء اللي بعد كده اللي اسمه المحور. ايه المحور ده يا دكتور؟ ده كده المحور اللي احنا محددينه باللون الاسود ده. عبارة عن ايه المحور؟ شوف انا هقول لك تعريفه، افهم الكلام. عبارة عن امتداد لسيتوبلازم الخلية العصبية. جسم الخلية يعني، مش جسم الخلية كان فيه سيتوبلازم؟ السيتوبلازم ده بيمتد فيعمل المحور، بيمتد فيعمل المحور. يبقى انا لما اجي اعرف المحور، المحور هو ايه؟ عباره عن امتداد للسيتوبلازم بتاع الخلايا، جسم الخليه. ان السيتوبلازم موجود في جسم الخليه حصل له امتداد فعمل لي المحور ده. طب لو تاخد بالك هتلاقي المحور راسم عليه حاجات انا باللون الاخضر ده، شايفها؟ ده ايه ده؟
ده غلاف بيحوط المحور اللي انا برسمه ده اهو. ده عبارة عن ايه؟ غلاف اللي انا بظلل عليه ده بيحوط المحور، اسمه غلاف الميالين. مش الميلانين، الميلانين ده كان في الجلد، ده اسمه الميالين، او اسمه ايه؟ اسمه الغمد النخاعي. اسمه ايه؟ الغمد النخاعي. اسمه ايه؟ الغمد النخاعي. الغلاف الميالين ده هو، او مايلين شيث ده، او الغمد النخاعي ده، ايا كان اسمه، عبارة عن ايه؟ عبارة عن مادة دهنية بتفرزها خلايا عازلة طبعا، بتفرزها خلايا اسمها خلايا شوان. سموها خلايا شوان عشان العالم اللي اكتشفها. يبقى خلايا شوان دي خلايا وظيفتها ان هي بتفرز مادة دهنية. المادة الدهنية دي بتعمل غلاف حوالين محور الخلية العصبية اسمه غلاف الميالين او الغمد النخاعي. بس انا لاحظت حاجة يا دكتور، ان غلاف الميالين اللي هو عبارة عن مادة دهنية كونتها خلايا اسمها خلايا شوان مش متصل، ده فيه تقطعات اهو، يعني متقطع هنا، عامل زي ما يكون حبل وانت عامل فيه عقد كده. التقطعات ده اهي بيسموها عقد رمفير او رمفيه، ايا كان بالهاء ولا بالراء مش هنختلف. ايه عقد رمفير؟ التقطعات ده هي، عارف زي ما يكون حبل جايب عامل فيه عقد كده، شايف؟ فاصل فاصل فاصل، دي عقدة فاصل وهكذا. طب هل الغلاف الميالين ده هو او الغمد النخاعي ده موجود في كل الخلايا العصبية؟ قال لي لا، مش موجود في كل الخلايا العصبية. طب هو ليه أهمية؟ ليه أهمية. إن الخلايا العصبية اللي عندها الغمد النخاعي ده هو أو عندها غلاف الميالين، السيال العصبي بينتقل فيها بصورة أسرع. تاني، الخلايا اللي عندها الغمد النخاعي ده هو، الخلايا او السيال العصبي بينتقل فيها بصوره ايه؟ بصوره اسرع. السيال العصبي بينتقل فيها بصوره اسرع. ليه؟ لان الغمد النخاعي ده ماده عازله. فالخلايا اللي عندها غمد نخاعي، السيال العصبي يطلع من جسم الخليه يجي عند الغمد النخاعي وينط كده. يعني السيال العصبي بينتقل فيها في صوره قفزات. لكن الخلايا العصبيه اللي ما عندهاش غمد نخاعي، الغمد النخاعي بيمشي في المحور كله. بيمشي فين؟ في المحور كله. بيمشي فين تاني يا حبيبي؟ في المحور كله. يبقى أهميته إن هو مهم عشان انتقال السيال العصبي، حيث يكون السيال العصبي سرعة انتقاله أكبر بكتير جدا في الخلايا اللي عندها الغمد النخاعي. علل. لأن في حالة وجود الغمد النخاعي ينتقل السيال العصبي في صورة قفزات، ينط. لكن هنا تلاقيه بيمشي في المحور كله. ثم عندي بعد كده الزوائد المحورية أو النهايات العصبية. خد بالك إن السيال العصبي، وهنعرف في الدرس التاني يعني إيه سيال عصبي، بيمشي دايما في اتجاه واحد. دايما اتجاهه بيمشي من جسم الخلية في نهاية الزوائد المحورية، ما تلاقوش ماشي العكس. يبقى احنا بنقول الخلايا العصبية هي الوحدة البنائية والوظيفية للجهاز العصبي، بتتكون من 3 مناطق جسم الخلية درسناه، المحور درسناه وعرفنا يعني ايه غلاف الميالين او الغمد النخاعي، ويعني ايه خلايا شوان، ويعني ايه عقد رمفير، والنهايات العصبية. الجزء اللي بعد كده عبارة عن ايه؟ قال له والله عبارة عن انواع الخلايا العصبية. هي الخلايا العصبية انواع الخلايا العصبية. قال له والله الخلايا العصبية 3 أنواع. النوع الأول اسمها خلية عصبية حسية، والنوع الثاني اسمها خلية عصبية حركية، والنوع الثالث اسمها خلية عصبية موصلة. يبقى أنا عندي الخلايا العصبية 3 أنواع: خلايا عصبية حسية، خلايا عصبية حركية، خلايا عصبية موصلة. خليني الأول في الخلايا العصبية الحسية. هقول لك مثال افهم بيه القصة، يعني الله يكرمك كده المثال اللي أنا هقوله ده افهم بيه. إيه رأيك لو أنت دخلت المطبخ كنت بتعمل
قهوه في الكنكه ومسكت الكنكه على طول كده وهي سخنه، قمت اول ما مسكتها وهي سخنه عملت كده، رجعت ايدك. اللي حصل ان في خليه عصبيه حسيه موجوده في الجلد، ما انت عارفها، كانت في منطقه القدم، نهايات عصبيه حسيه بتستقبل المؤثر، تاخد المؤثر ده توديه للجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي المركزي يحلله ويعرف ان في خطر، فيبعت امر للعضلات في الذراع يقول لها انقبضي وابعدي عن المصدر. الخليه اللي نقلت المؤثر من عضو الاستقبال وودته للجهاز العصبي المركزي اسمها الخلايا العصبيه الحسيه، والخليه اللي نقلت الامر من الجهاز العصبي المركزي للعضلات اللي هي اعضاء الاستجابه اسمها الخلايا العصبيه، برافو عليك، الخليه العصبيه الحركيه. في الجهاز العصبي بقى في النص ما بين الخلايا العصبيه الحسيه اللي جايه من عضو الاستقبال للجهاز العصبي المركزي، وما بين الخلايا الحركيه اللي طالعه من الجهاز العصبي المركزي الى عضو الاستجابه اللي هو العضله، في النص في خليه بتربط ما بينهم اسمها الخلايا العصبيه الموصله. يبقى الحسيه دي طالعه من عضو الاستقبال، بتستقبل المؤثر، بتاخد المؤثر وتنجله، او عضو الاحساس يعني، وتروح للجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي مين؟ المركزي. الخلايا العصبيه الحركيه دي طالعه منين؟ طالعه من الجهاز العصبي المركزي ورايحه مش لعضو الاستقبال بقى، رايحه لعضو الاستجابه زي العضلات وزي الغدد. والموصله دي تربط، اسمها موصله، بتوصل وتربط ما بين الحركيه والحسيه. كلام جميل جدا. يبقى احنا شوف واحده واحده كده هتلاقينا خدنا ادي الخلايا العصبيه العفريت ابو عين واحده، جسم الخليه ودرسناه، المحور، ويعني ايه خلايا شوان، ويعني ايه عقد رانفير، والكلام ده خدناه كله اهو. تعال نشوفه كده. جسم الخليه يحتوي على نواه مستديره، سيتوبلازم يحيط بالنواه يعرف باسم نيوروبلازم. عارفين ليه سموه نيوروبلازم؟ نيورو يعني عصبي، وبلازم يعني سيتوبلازم، فلما اقول نيوروبلازم يعني سيتوبلازم الخلايا العصبيه. وهو يحتوي على كل العضيات زي الميتوكوندريا واجسام جولوجي، ولكنه لا يحتوي على الجسم المركزي او السنتروسوم، ده اسمه الثاني. ليفات دقيقة اللي هو حبيبات نسل. حبيبات نسل عبارة عن حبيبات دقيقة، ويعتقد أنها غذاء مدخر تستهلكه الخلايا أثناء نشاطها. زوائد الخلايا العصبية، أو بعد كده عندي الزوائد دي نوعين. الزوائد الشجيرية الأول، زوائد قصيرة وعديدة طالعة من جسم الخلية، وظيفتها بتستقبل المؤثرات، وقلنا كمان إن هي بتزود مساحة السطح. وبعدين المحور. المحور ده عبارة عن استطالة سيتوبلازمية كبيرة قد تمتد لأكثر من متر، يغلف بنوعين من الأغلفة هم الغمد النخاعي، مادة دهنية بيضاء تسمى ميالين، ودي أفرزتها خلايا اسمها خلايا شوان، بتبقى متقطعة بعقد اسمها عقد رانفيه. والغشاء العصبي ده طبقة رقيقة تغلف الغمد النخاعي. يعني أنت بص كده، الخلايا العصبية أهي عندها الغمد النخاعي، الغمد النخاعي بالشكل ده اهو، وحوالين الغمد النخاعي في بقى غلاف تاني اسمه غشاء الخلايا العصبيه. ما هو طبيعي خليه عصبيه يبقى عندها غشاء اسمه غشاء الخلايا العصبيه. قلنا الغمد ده مش موجود عند اي خلايا عصبيه، لكن ده موجود عند كله ده اهو. الكلام ده كله خدناه اهو. انواع الخلايا العصبيه خدناها. خد بالك بقى، احفظ لي اشكالهم. الخلايا العصبيه الحسيه هتلاقي لها جذرين كده، جذر هنا وجذر هنا. الخلايا العصبيه الموصله هتلاقيها عباره عن جسم خليه بس، يعني هي تشوفها كده هي جسم خليه بس. لكن الخلايا العصبيه الحركيه اللي احنا لسه شايفينها دي، اللي احنا درسناها العاديه دي، فخليك عارف لي اشكالهم عشان اشكالهم دي مهمه جدا وارد تتسال عنها. تعالى بقى ناخد خلايا الغراء العصبي. خلايا الغراء العصبي دي نوع من الخلايا ضمن مكونات النسيج العصبي. وظيفتها بنختصروها في 5 كلمات: داعمه، عازله، مغذيه، معوضه، ورابطه. اهي هتلاقيها في الصفحه الثانيه، رابطه. يبقى انا بختصر وظيفتها في 5 كلمات: داعمه، عازله، مغذيه، رابطه، معوضه. داعمه تدعم الخلايا العصبيه، يعني كانها بتعمل عمل النسيج الضام. عازله بتعزل الخلايا العصبيه. مغذيه بتغذي الخلايا العصبيه. رابطه تربط ما بين الخلايا العصبيه. معوضه بتعوض الخلايا العصبيه، لان احنا قلنا ان الخلايا العصبيه ما عندهاش جسم مركزي، فما عندهاش قدره على الانقسام.
فمين اللي بيعوضها؟ بيعوضها الخلايا العصبي، الخلايا الغذائي العصبي، لانها عندها جسم مركزي. النسيج العصبي، تعالى نفتح سبورة بيضة تاني. شوف الكلام كله يتاخد ببساطة وسهل جدا. النسيج العصبي، تعالى ناخد العصب. العصب ده بيتكون من ايه يا دكتور؟ بص كده يا صديقي، ده كده شكل العصب اهو. ده العصب. لما اجي ابص على العصب بلاقي ان العصب بيتكون من الداخل الى مجموعة من الحزم بالشكل ده اهو. حزم مكونة للعصب. حزم مكونة للعصب، تفتكر يسموها ايه؟ حزم مكونة للعصب افتكر يسموها ايه؟ يسموها حزم عصبية. سلام، حمادة هلال خالص، حزم عصبية. الحزم العصبية ده هي بتبقى مكونة من الداخل من مجموعة من الخيوط الرفيعة بالشكل ده اهو. بنسموها ايه يا دكتور؟ قال له والله بنسموها خلايا او الياف عصبية. خلايا والياف ايه؟ عصبية. يعني العصب اهو الكبير اللي انا رسمه باللون الازرق ده مقسم من الداخل لمجموعة من الحزم جنب بعضها، بيسموها حزم عصبية. الحزمة الواحدة عبارة عن مجموعة من الياف او خيوط رفيعة اسمها الياف عصبية. الالياف العصبيه دي بتفضل تتجمع مع بعضها فتعمل حزمه، بتبقى متحوطه من بره باللي انا رسمه باللون الاسود ده غشاء اسمه غشاء الحزمه. امال اللي باللون الازرق ده اسمه ايه؟ مش ده العصب؟ يبقى ده اسمه غشاء العصب. خد بالك الفرق ما بين غشاء الحزمه اللي باللون الاسود اللي محوط الحزمه ده وغشاء العصب، ان غشاء العصب بيكون مزود باوعيه دمويه. يبقى انا شوف هقول عصب يتكون من حزم اسمها حزم ايه؟ عصبيه. والحزم بتتكون من خيوط رفيعة اسمها ألياف عصبية. يعني كل مجموعة ألياف، بص الترتيب اهو، كل مجموعة ألياف يتجمعوا مع بعض ويتحوطوا بغشاء اسمه غشاء الحزمة يعملوا حزمة عصبية. كل مجموعة حزم مع بعض يتجمعوا ويتحوطوا بغشاء اسمه غشاء العصب فيعملوا العصب. سهلة والله، نشوفها. موضوع بسيط جدا. ادي العصب اهو، يتكون من مجموعة من الحزم العصبية، كل منها يتكون من مجموعة من ألياف عصبية، المحاور وما يحيط به من أغلفة. غلاف الحزمة غلاف من نسيج ضم يحيط بكل حزمة عصبية. غلاف العصب غلاف من النسيج الضام مزود بأوعية دموية ويغلف مجموعات الحزم العصبية، بيحوط الحزم يعني زي ما شرحناه دلوقتي. السائل العصبي لسه الدرس القادم اسمه السائل العصبي أصلا. ده كده شكل تخطيطي ايه للعصب اهو. ده العصب كده، ده غلاف العصب، وبعدين دي حزمه دي حزمه دي حزمه. الحزمه نفسها مكونه من الداخل اهو، اهي دي حزمه اهي محوطها غلاف اهو، الغلاف ده اسمه غلاف الحزمه. مكونه من مجموعه من خيوط رفيعه اسمها ايه؟ غلاف او الياف عصبيه عفوا. عباره بقى ايه عن المحاور بتاعه الالياف وما يحيط بها من الغلاف او الغمد النخاع او غلاف الميلين يعني. يا سلام. لو انت هنا بيقول لك الملحوظه بتاعت الخلايا العصبيه الحسيه ان يخرج منها محور قصير ثم يتفرع لفرعين، فرع طويل ينتهي بنهايات عصبيه حسيه او حلمات حسيه، وفرع يتجه للجهاز العصبي المركزي. اهو كنت بنقول لك احفظ شكلها يعني. بيبقى عندها فرعين كده، فرع طويل وفرع قصير اهو. فرع بينتهي بنهايات او حلمات عصبيه حسيه، وفرع بيروح للجهاز العصبي المركزي. طبعا اللي فيه الحلمات او النهايات العصبيه الحسيه يبقى يروح فين؟ الى اعضاء الحس والاستقبال زي الجلد. ده شكل الخلايا العصبيه يعني، هو الحسيه دي اللي فيها دايما ايه؟ محورين دي. ده كده الدرس الاول في الاحساس في الانسان. في النهايه سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.